السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة البقلاوة التونسية مختلفة تماما عن البقلاوة الجزائرية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع نهار اليوم. دوك نعطيكم رأيي فيها وتجربتي ايضا معاها. اذا اول مرة تزوروا قناتي نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ايضا تكتبونا التعليقات تاعكم على الوصفة هذه. اذا تتبعونا للاخير باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وايضا بعض النصائح وليزاستيس. لهنا عندي كيلو فارينة، حطيت عليه رشة ملح، 80 جرام بين زبدة وزيت. الزبدة نستعمل بور دو نوازيت، يعني تحكمي الزبدة وتغليها حتى يروح الحليب تاعها والا الماء هذا كامل، تولي تقريبا معناتها كيما السمن تولي، وتعمل هذيك الريحة الملاحة تاع الزبدة. اذا نبسسها تري بيان، ومن بعد نعجنها بالماء الدافي، ما تعجنوش بالماء البارد والا بالماء السخون. تقدروا تعجنوا بالاله والا بيديكم بالطريقه هذه، ما تقطعوش العجينه ما تجيش ياسر مرخوفه وما تجيش ياسر يابسه. راح توزني العجينه تاعك وتقسميها على قد لي بول اللي انت تحبيهم. انا لهنا راح نقسم على 31 بول. كل كويره فيها 50 غرام، معناتها 30 كويرة فيها 50 غرام، وكويرة عملت فيها 68 غرام، يعني لازم تكون واحدة زايدة على الأقل، يعني 20 غرام تقريبا. هذيك باش نخلوها نغلفوا بها البلاطو في الآخر. رايح نكورهم بالطريقة هذه، ومن بعد كنغطسهم في النشا كيما راكم تشوفوا، ونستفهم في البلاطو تاعي ونغطيهم ببلاستيك. نكمل العمليه كامله. بالنسبه للحشو، انا البلاطو تاعي صغير، عملت 800 غرام لوز ابيض ومرحي مطحون، حطيت عليه 80 غرام سكر ارطب و80 غرام فارينه. الفارينه راهي تعمل كيما اللصقه، يعني باش تخلي اللوز متماسك. نخلطهم مليح ونحطهم جانبا. دوكا راح نبدا نحل لي بول تاعي بعد ما خليتها مرتاحوا تقريبا ساعه. انا خليتهم ساعه كامله ارتاحوا. نحلهم ماشي يعني كبار، جوست كيما راكم تشوفوا، يعني واحد 15 سنتيمتر هكاك العرض. رايحه نحط عليهم النشا ونستفهم في صحن. لهنا واش راح ديري؟ كل 15 تحطيهم وحدهم، يعني اللي راح تفرشيهم من تحت تحطيهم في صحن وحدهم، اللي راح تفرشيهم من الفوق تحطيهم في صحن وحدهم، باش هكا ما يتخلطلكش الحساب. وكما قلنا بين الورقه والورقه تحطي نشا والا حطي ساشي بلاستيك، يعني باش ما يلصقولكش في بعضهم. كمليهم الكل بالطريقه هذيك. هذا هو البلاطو تاعي، لازم يكون ملحوم على الجوانب باش العسل ما يخرج لكش. اول حاجه لهنا عندي 15 ليه و16 ليه، انا حنعمل 16 ورقه لتحت و15 ورقه لفوق. دوك انا ستفتهم كيما كي نجي راح نستعملهم نقلبهم، اللي يكون من الفوق يولي من تحت، فهمتوني؟ يعني الورقه الكبيره هذيك اللي درناها باش نخلوها هي مع الاخر، يعني حطوها هي اخر واحده كي تقلبوا، يعني تجيكم هي الاخرانيه. دركا ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. البلاطو راح ندهنوه بالبيان بالبور دو نوازيت، وزايدين لها الزيت كما قلت لكم. الزبده غليوها حتى تنحي الماء هذاك، الكشكوشه هذيك كامله تتنحى، زيدوا لها طرف زيت وابداو يخدموا بها. شوفوا معايا درك، اللي يحب يحل بالورقه، اللي يحب يحل بالزوز، اللي يحب يحل بالثلاثه، اللي يحب بالربعه، يعني كيما تحبوا. تنفضوها من نشا بيان سير، وشوفوا تبعوا الطريقه برك راهي تشرح وحدها. راح نبدا درك نحكم من الاطراف وندور فيها هكاك. بيان سور الفرينه لازم تكون نوعيه مليحه باش تمشي معك كيما هكاك، ولازم ايضا تكون مرتاحه بالبيان باش تعطيك الطوع انك تخدمها. نسيت ما قلت لكمش، بعد ما حليتهم هذيك الحله صغيره راني زدت خليتهم مرتاحوا نصف ساعه اخرى، يعني راهي الراحه للعجينه تاع البقلاوه تعطيكم الطوع باش تنجموا تخدموا بها. كيما شفتوا معايا لهنا نحطها ونحي، نبدا نحي الهواء
غير بشويه. دوك نستعمل الكوردون باش نحي هذوك الهواء اللي في الوسط. دوكا راح نزيد نعاود نشمخ الوجه تاع العجينه تاع الورقه هذيك بالزبده مليح، ونعاود نفس العمليه يعني حتى نكمل 16 ورقه تاعي. دوكا شوفوا لهنا راح نحل معاكم ورقه وحدها لا فيها زبده لا حد شيء. كيما العاده على الاطراف نبدا نجبد غير بشويه، ومن بعديك بالظهر تاع يدكم ردوا بالكم تستخدموا صوابعكم والا ظوافركم راح تقطع لكم الورقه. واذا الورق تاعكم بدا يتقطع راهي حاجه من الزوز، يا مرتاحش الورق مليح يا نوعيه الفارينه ماهيش مليحه. لازم تكونوا ديجا عارفين نوعيه الفارينه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. اي سؤال حطوه لي في التعليقات وان شاء الله نجاوبكم الناس الكل. لهنا بعد ما كملت 16 ورقه راح نعمل رشه خفيفه تاع السكر جلاس، سكر ارطب. لهنا هذا باش يلصق لي الفاكهه تاعي مع الوراقي هذوك. درك الفاكهه تاعي الحشو يعني كما كنتوا شفتوا حطيت فيه اللوز الفارينه والسكر ارطب، ما حطيت لا لميتو لا بعطرشيه لا بمزهر لا بحد شيء. هذا هي لا ديفيرونس تاع البقلاوه بين تونس والجزائر. هنا راح نحط نصف الكميه واضح، والكميه اللي نحطها لهنا من الاسفل اقل من الكميه اللي نحطها من الفوق. دوك نقول لكم علاش. دوك لهنا نبدا نريقل فيها غير بيدي هكا بشوي، ما ترصوش بزاف، رصوا غير شويه برك حبر يعني ما قسمه تريقلوها وتكون كلها متساويه سمك واحد. هنا شوفوا كنت ترصوا عليها ياسر بعد ما تطيب وتجيو تشحروها ماشي راح تشرب لكم الشحور وتجيكم شايحه. لهنا عندي 250 غرام من النوازات. لهنا الغلطه تاعي نسيت باش نحمص النوازات تاعي شويه ديريكتومون، رحت عملت لها رشه فارينه ورشه سكر باش كيما حنا نقولوا تلصق مع بعضها. نتوما حمصوها غير شويه، نحوا لها هذوك القشور وزيدوها رشه فارينه ورشه سكر بس ماشي بزاف، حطوا واحد المغرف هكاك برك. وكانت عندي ايضا 50 غرام بيستاش في الدار قلت خلينا نحطها كيف كيف. ودركا راح نكمل نحط باقي اللوز تاعي. واش راح نقول، النوازات تحبوا تحطوها حبه كامله والا تحطوها نص. انا حطيتها نص باش تساعدني من بعديك في القصان. ترى القصان لهنا راح يجيكم شويه صعيب. نكمل نفرش كامل اللوز هذاك ونبدا نعدل فيه، واي هواء رايحه نخرجه. كيما تشوفوا ورايحه نعمل الرشه الخفيفه تاع السكر جلاس ونكمل الطبقات عادي كيما شفتوا. الطبقه الاخرى يعني رقم 16 من الاسفل ما حطينا لهاش الزبده، حطينا لها السكر محو السكر ارطب. ودركا راح نعاود السكر رطب ورايحه نكمل الوراقي عادي. لهنا رشه خفيفه تاع ماء زهر والا عطرشيه باش نلصق بها الورقه هذيك. ودركا راني نكمل في ال15 ورقه تاعي الباقيه. دركا راح نحط الورقه الاخيره. لهنا عملت الرشه تاع الزبده تاعي، دهنت الورقه ما قبل الاخيره بالزبده. اذا راح نجيب الورقه الاخرى تاعي، هذه الورقه اللي الوزن تاعها 68 غرام. نبدا غير نحل فيها غير بشويه. هنا وعلاه عملناها اكثر من الاخرين باش تغلفلنا مليح من الفوق، يعني نتفاداو انها تتقطع لنا، يعني تكون اكبر في الحجم من الاخرين باش نتفاداو انها تكون مقطعه، باسكو هي الورقه اللي راح تجي في الواجهه. انا لهنا راني كملتها ل4 تاع الصباح، يعني باش نعطيكم الوقت. بعد ما كملتها ل4 تاع الصباح هنا لازم تخرجوا الهواء باش ما تطير لكمش الورقه الاخرانيه على الوراقي الاخرين، يعني كل شيء يلصق مع بعضه.
حاولوا غير بشويه ما ترصوش ياسر كما قلت لكم. ان شاء الله نكون يعني وصلت الطريقه على اكمل وجه وفهمتوا عليا الوصفه. دوكا شوفوا واش راح نحط ورق الطبخ هذاك باش يساعدني اني نسوي الورقه تاعي يعني العجينه البقلاوه تاعي هذيك من فوق الوجه يكون مستوي بيان. ورايحه نحي الاطراف نتنحوهمش خلاص، خليوه شوي باش هذاك يكون لكم ريفيرونس كتجيو طيبوها، تعرفوا اسكو البقلاوه تاعكم طابت ولا لا من هذوك الحواشي اللي على برا. العجينه هذيك ما طرموهاش يعني عملوا بها مقرقشات ولا. هنا غطيو البقلاوه تاعكم تري بيان، احجبوا عليها الهواء باش ما تيبسش، وما تستعملوش الساشي باسكو تنديلكم. شوفوا لهنا قلت لكم كملتها ل4 تاع الصباح، ل11 تاع الصباح باش بديت تنقص فيها لازمها تتشمع، يعني تشد روحها باش القصه تجيكم سهله. واش عملت انا؟ عندي كل بلاستيك هذاك عملته 2.5 سنتيمتر، 2.5، هذاك هو اللي راح نقص به يعني الحجم تاع البقلاوه تاعي. وانتم قلنا تحبوا الحجم تاعكم، هو لهنا المتعارف عليه من 2.5، ما يعملوش اكبر من هكا الحبه، ماشي كيما داير الله يبارك الحبه راهي كبيره. هنا السكينه لازم تكون ماضيه وتقصوا مليح كيما تشوفوا. هنا بعد ما قصيناها عاود غطيتها بالبابي هذاك وحطيت عليها بيركس وحطيتها في الفور اللي كان مسخن من الفوق ومن تحت وخلوها طيب على غرضها. لهنا العسل تاعي عندي كيلو سكر عليه 300 غرام ما 2 مغارف كبار قارص. اللي يحب يحط الجلوكوز يحطوا الجلوكوز، خدمته راه غير يلمع لك من الفوق، اللي ما عندهاش ما تحطش، تخليه يغلي حتى يوصل كيما راكم تشوفوا الطبقبيق تاعو. اللي عندها ترمومتر تقيس ل 121 122 ماكسيموم، اللي ما عندهاش تهز مغرف شويه فيها عسل وتحطوه في الماء، اذا ولا كعبوره معناتها راه طاب. شوفوا لهنا بعد ما برد يوم غدوه كيفاش ولا القوام تاعو، شفتوا كيفاش يابس ويتعلق صح. لهنا رايحين نسخنوه شويه يعني حبر ما يعاود يرجع سائل، ونسقيو به البقلاوه تاعنا. صبوه كامل، انا صبيته كامل. لهنا البقلاوه سخونه خرجت من الفور سخونه، البقلاوه تخلوهاش تحمر بزاف باسكو كي راح تصبوا عليها العسل راح تزيد تحمر، وخلوها حتى الغدوه. انا يوم الغدوه باش قصيتها يعني استخالي طايبت لي يمكن بعد الوحده باش طابت، يوم الغدوه باش الصباح باش قصيتها. القصه لهنا راح تجيكم صعيبه شويه، لازم كيتر سكينه ماضيه وكل مره تمسحوا السكينه تاعكم بمنديله تاع الماء. وعلى هنا باسكو العسل راهو يابس، العسل اللي يديروه لهنا يجي كما شفتوا قاصح ماشي طري، تاع دزاير تقصيها فاسيلمون. هذه لهنا بالسيف ما تقصيها بصح، وعلاه العسل يابس الكعبه تجي حاكمه روحها ما تتفترش ما والو، كيما تقصيها كيما تقعد ما يضاليش هذاك الحشو اللوز تاعك مفرت منه من. يعني انا رايي في البقلاوه تاع تونس مليحه وماشي مليحه اون جينيرال يعني مقبوله، جت غير في اللبس تاع العسل هذاك ديفيسيلمون باش تقصها، لكنها ماشي بصح كي تاكلها عادي ماشي يابسه تكسر لك ضروسك يعني نورمال. وتبقى البقلاوه الجزائريه يعني وحدها. ان شاء الله يكون الفيديو تاع نهار اليوم ماشي طويل عليكم وتكونوا فهمتوني ويكون عجبكم تاني. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وأي تساؤلات خلوها لي في التعليقات تاعكم.